أول نقطة بالنسبة لنا هي النقطة بتاعة ال winning qualities of inside sales professional أو المعايير الجودة اللي المفروض تبقى موجودة عند البياع عشان يبقى شخص ناجح، شخص بروفيشنال، شخص عارف يفيد أطراف العملية كلها اللي هو الشركة والمشتري وهو نفسه كبياع. طيب الموضوع ده بينقسم لنقطتين، بينقسم لاتيتيود وسكيلز. طيب خلينا أول حاجة هنتكلم فيها الاتيتيود. الاتيتيود دي اللي هي الصفات الشخصية، صفات موجودة فيك في شخصيتك، يعني مش مهارات. هو احنا عندنا اتيتيودز وسكيلز، صفات ومهارات. الصفات الشخصيه اللي المفروض تبقى موجوده عندك كبياع بروفيشنال، اول حاجه فيها ان انت تبقى شخص كوتشبل. يعني ايه شخص كوتشبل؟ يعني شخص قابل للقياده، ان حد يقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه، ابعد عن المنطقه دي عشان المنطقه دي مؤذيه، روح للمنطقه دي عشان المنطقه دي مفيده. خلي بالكم يا جماعه، في ناس كتير ما بتقبلش تعمل لها كوتشنج، في ناس كتير ما بتقبلش ان هي تعمل لها يتقال لها تعمل ايه وما تعملش ايه. انت لسه حد فريش، انت لسه حد داخل الشغلانه جديد، فبالتالي لا، لازم الناس كلها توجهك. مش لازم يكون اللي بيوجهك بس التيم ليدر بتاعك، على فكره كل الاشخاص المحيطه بيك هم ينفع يوجهوك. فبالتالي لازم تكون انت بتعرف تسمع وبتعرف تنفذ. مش لازم تنفذ الطلبات كلها از ات از. هو في الاخر اللي بيحصل ان انت بتعمل لك كوتشنج. كوتشنج دي يعني ايه؟ يعني بيتقال لك الطريق ده مش حلو فما تمشيش فيه، فبالتالي انت مش هتمشي فيه لو انت مقتنع فعلا ان هو مش حلو. هي دي الفكره بتاعت ان انت تبقى شخص كوتشبل، ان انت شخص قابل ان انت حد يقودك لحد ما توصل في الاخر لمرحله ان انت بتكوتش ناس، انت بتتحرك ناس عشان انت اكتسبت خبرات كتير تقدر تقود بيها اشخاص اخرين. النقطه الثانيه ان انت تبقى بتريسيف فيدباك، بتقبل انتقاد او تعليقات او تعقيبات الناس عليك. برضو الموضوع ده مهم قوي. في ناس بترفض ان حد يعقب عليها، في ناس بترفض ان حد ينتقد تصرف معين. يا جماعه مفيش حد معصوم من الخطا، كل افعالنا قد تحمل او تقبل الصواب او الخطا. فبالتالي استقبل الفيدباك، انت مقتنع ان انت صح، ما تقفلش اللي بيديك فيدباك، اسمع منه. ممكن يقول لك حاجه مفيده. في الاخر يا جماعه كلها ليها علاقه بان انت تسمع. لازم ترسيف فيدباك. تصرفاتك مش هتتغير وهتتبدل من غير فيدباك. انت مش هتعرف تطور من نفسك من غير فيدباك. لا ده بالعكس كمان، ده انت ممكن تروح تاسك في الفيدباك. روح اسك من مديرك في الفيدباك، روح اسك من زمايلك الفيدباك عنك. لازم تعمل ده عشان تعرف انت ماشي على التراك الصح ولا لا. فالصفه دي مهمه جدا، لازم تشتغل عليها. ولازم تبقى مقتنع ان مفيش شخص معصوم من الخطا، وكل تصرفاتنا تحمل الصواب والخطا. النقطة الثالثة ريباوند كويكلي. يعني ايه ريباوند كويكلي؟ يعني انت تقدر تقوم نفسك بسرعة. احنا طول ما احنا ماشيين كسيلز انت بتكسب ديلز وبتخسر ديلز وبتعمل عليك تاف نيجوشيشن، بيتضغط عليك من مديرك، بيتضغط عليك من الكاستمرز بتوعك، بتقابل بوتس داون كتير واحباطات كتير في يومك. لو انت مش بتقدر تقوم نفسك بسرعة منها فانت كده مش شخص بروفيشنال. لازم تبقى بتتقبل الاحباطات، لازم تبقى بتتقبل ان مش كل حاجه هتكسبها، في حاجات كتير هتخسرها، وهتكسب حاجات ممكن تكون اقل من اللي المفروض تكسبه. شويه مع الوقت هتبدا تكسب كتير، بس امتى؟ لما ما تستسلمش للاحباط، لما ما تستسلمش للطاقه السلبيه. لازم تشتغل على الطاقه الايجابيه، لازم تركز على الموضوع ده قوي. فمن اهم الصفات الاساسيه في الشخص البروفيشنال از سيلز ان هو بيريباوند كويكلي وبيفوق بسرعه وبيقوم نفسه بسرعه من اي احباطات بتقابله في يومه. النقطه الرابعه يكون شخص سيلف موتيفيتد. يعني ايه شخص سيلف موتيفيتد؟ يعني شخص بيشجع نفسه بنفسه، مش مستني حد يشجعه. طبعا الناس اللي حواليه هتكون بتشجعه، في ناس هتبقى بتشجعه وممكن ما يكونوش ناس كتير، ممكن يكون ناس قليلين، بس هو مش مستني تشجيع حد. هو شخص دايما عنده موتيفيشن، شخص دايما عنده طاقه ايجابيه، شخص دايما بيتحرك لقدام، بيقف ويحاسب نفسه ويشوف هو غلطان في ايه فبيبدا يتحرك لقدام عشان ما يقفش مكانه، عشان ما يفضلش في المنطقه اللي هو فيها. هو شخص عايز يتقدم، شخص عايز يبقى بروفيشنال، فهو مش بيستنى حد يحمسه، هو دايما بيحمس نفسه، هو دايما بيشجع نفسه. دي من اهم الصفات برضو اللي لازم تبقى موجوده في البروفيشنال سيلز ريبريزنتيف. واحده من الصفات المهمه برضو اللي هي هنقفل بيها الاتيتيودز اللي هي المفروض تبقى موجوده في التوب سيلز بروفيشنال، تراست وورثي، شخص جدير بالثقه. النقطه دي مهمه قوي. ليه مهمه قوي؟ هو جدير بالثقه دي كلمه او صفه
كبيره قوي، شخص شركته بتثق فيه، العملاء بتوعه بيثقوا فيه، زمايله الناس المحيطين بيه بيثقوا فيه، انت كده هتبقى في منطقه تانية. ان الناس اللي في الشركه بتثق فيك، فهم متاكدين ان انت لما تيجي في مره تقول لهم في حاجه غلط بتحصل هيصدقوك. انا غلطت في الشيء الفلاني بدون قصد هيصدقوك. لما هتيجي تروح تتعامل مع العملاء وتتكلم معاهم في تفاصيل خاصه بالبيعه بتاعتهم وبحاجه مهمه لازم تبقى موجوده، هتكوست فلوس زياده عن المفروض يبقى موجود، هيثقوا فيك لان هم عارفين ان انت مش بتوفر سيل، انت بتبيلد فاليو، انت بتديهم بنفيتس اكتر بفلوس ممكن تكون اكتر بس تستاهل ان هي تدفع فيها فلوس. فلازم تبقى شخص جدير بالثقه. جدير بالثقه دي بتيجي من ان انت شخص بتجارنتي الكوميتمنت بتاعك. لما بتدي كوميتمنت بتلتزم بيه. بتبقى من ان انت شخص اوثنتيك، بتبقى من ان انت شخص انتجريتي، بتركز جدا جدا في النزاهه بتاعتك، في ان انت شخص بيلتزم بكل معايير الاخلاقيات اللي ليها علاقه بالشغل وبالبيع. مش الاساسي بالنسبه له ان هو يبيع قد ما الاساسي ان هو ينفذ الثلاث حاجات اللي اتكلمنا فيهم، يفيد الشركه، يفيد العميل، ويفيد نفسه، عن طريق ان كل الناس دي تبقى مبسوطه، كل الناس دي تبقى مستفيده. يبقى هو كده شخص هيبقى جدير بالثقه من الناس دي كلها.